لا خصهم غير يفهموا شنو قلت. انا ما قلتش غنديو الكوب دو موند ولا، واخا بغينا نديوها بحال اللي بغيت نقول. الكره تقدر ترى اي حاجه، وديما كنقولوها حتى لاولادنا، خصك تحلم باش توصل. تصريح للتاريخ. فعلا كلما كبر الحلم كبرت النتائج. من هنا بدأت الحكاية. قرعة وضعتنا في مجموعة الموت، والكل ظن أن المغرب سيذهب فقط من أجل المشاركة. لكن لا، قلبنا المجموعة رأسا على عقب، وافترس الأسد الأطلسي الجميع. فتحنا الشهية بإسبانيا، ثم التهمنا راقصي السامبا. صدارة مجموعة الموت لم تكن لنا نهاية، بل كانت بداية حياة. ثم جاء الدور على الشمشون، ذاك المحارب الشجاع الذي لا يهاب أحدا، لكنه وجد الأسد في انتظاره. ومن لا يهاب الأسد؟ أكرمناه بما يليق. بعدها كان اللقاء مع أبناء عم سام. فعلا أصعب مواجهة في هذا المونديال، لكنهم هم أيضا أخذوا نصيبهم. النصف النهائي صدام لا بد منه لأخذ ثأر مونديال قطر، الديك الفرنسي. ولا أخفيكم سرا، الطاجين المغربي بالديك الدغميرة، يا سلام، أكلة مفضلة عند المغاربة. وفعلا ذاك ما حدث، التهمناهم التهاما. وصلنا للمحطة الأخيرة في مواجهة من؟ الأرجنتين. وما أدراك ما الأرجنتين؟ عذرا يا ليو ميسي، قد نكون أحزناك في هذه الليلة، لكن الطموح كان أكبر. لم نعرف لا ميسي ولا مارادونا، أمامنا الكأس الغالية، ومن المستحيل التفريط بها. وهنا انتهت الحكاية. أبطال أفرح أمة من طنجة إلى الجويرة. إنجاز كتب بمداد الذهب، ورسالة واضحة لكل من يشرف على المنتخبات الوطنية. من اليوم اربطوا الأحزمة وشدوا الوثاق، فسقف الحلم أصبح عاليا، ولن نرضى بغير النهائي والتتويج بإذن الله. وكما هي العادة، لكم التعليق.